واثناء ما هم ماشيين في الطريق بيعدوا على نفق، وهناك بيشوفوا بنت قاعده لوحدها. لما بيقربوا منها وجن بيتصدم لان شكلها شبه سوا مراته اللي ماتت. للحظه بيفتكر انها شبح، لكن جيهو بيجري عليها من غير تردد وبيصحيها. لما بتفوق وجن بيتخض اكتر لانه مش مصدق اللي شايفه قدامه، لكنها في المقابل مش بتعرفهم. بيقف في حاله ذهول مش عارف يفسر اللي بيحصل، لكن رغم ده بياخدها معاهم للبيت وهو لسه مش قادر يصدق ان مراته ممكن تكون رجعت فعلا. سوا بتكون مش فاهمه اي حاجه، وجيهو بحماس بيحاول يفرجها على صورهم مع بعض، وكمان بيوريها الرسمه اللي كان راسمها لها. لكن رغم كل ده ملامحها بتفضل تايهه كانها مش فاكره اي حاجه عن حياتها اللي فاتت. فيلمنا بيبدأ مع الطفل اللطيف جيهو وهو بيقرأ قصة كتبتها له أمه سوا. القصة بتحكي عن واحدة توفت وسابت جوزها وابنها لوحدهم، وبعد وفاتها راحت لعالم بين السماء والأرض اسمه أرض السحاب، وهناك فضلت تراقب ابنها الصغير بحب وشوق، وكانت بتبكي من بين السحب عليه. وفي يوم في سرية ركبت قطرات المطر ونزلت للأرض خلال موسم المطر، وهناك قابلت ابنها الحبيب وقضت معاه وقت جميل. لكن للأسف الأوقات الحلوة ما بتدومش، وكان لازم تمشي قبل ما موسم المطر يخلص. الجنية اللي هناك ادت لها إنذار إن وقتها انتهى، فحضنت ابنها بحب وطلعت تاني بين السحب. لكن المرة دي بطلت تعيط أخيراً. بنرجع للواقع وبنفهم ان القصة دي كانت اهداء من سوا لابنها قبل وفاتها، وان جيهو فقد امه، وابوه وجن لسه عايش في حزن كبير على فراقها. ووفاتها كانت بسبب ان جسمها كان ضعيف وما كانش المفروض تولد لان ده اثر عليها جامد. الدكاترة نصحوها كتير بس هي اصرت، وللاسف ده كان السبب في تدهور حالتها. بعد سنة من وفاتها وجن بيضطر يسيب ابنه بالليل عشان يروح الشغل، ولما بيرجع الصبح عشان يصحيه للمدرسة بيلاقيه نايم جوه دولاب امه بحزن. بيروح يحضر له الفطار بس حالته بتكون صعبة، مش عارف يظبط الاكل زي الناس. في الوقت ده كانت الاخبار بتتكلم عن حالة الطقس والمطر. ابنه بيسأله عن موسم الامطار، ووقتها بيفتكر ان امه وعدته انها ترجع في الموسم ده. وجن بحنية بياخده على قد عقله، مش عايز يكسر امله. بعدها جيهو بيحاول يلبس نفسه عشان ابوه بيكون مشغول، لكن بيكون شكله مبهدل جدا وزراير قميصه مش متقفله صح. رغم كده بيحاول يتصرف لوحده. بعدين وجن بياخده وبيطلعوا بالعجله للمدرسه، ولما بيوصلوا بيودعوا بسرعه عشان يلحق شغله وما يتاخرش. في الشغل بتكون في بنت معجبه بوجن، لكن هو مش بيكون مهتم لانه لسه متاثر بوفاه مراته. في نفس الوقت مديره بيكون غيران منه لانه معجب بنفس البنت، وبيبقى عاوز يوقعه في مشكله. بيحاول يعمل فيه مقلب ويرميه في حمام السباحه، لكن في النهايه المقلب بيقع عليه هو، وبيبقى الموقف كوميدي جدا. بعد ما جيهو بيخلص المدرسه بيروح عند صاحب والده اللي عنده مخبز، وهناك بيكون زعلان جدا لانه عرف ان ابوه مش هيقدر يحضر المسابقه اللي عاملينها في المدرسه واللي فيها سباق بين اولياء الامور واطفالهم. صاحب والده بيحاول يهون عليه وبيقول له ان عنده رجلين طويله وهيقدر يكسبه السباق لو راح معاه بدل ابوه. جيهو بيفرح بالفكره وبيتفق معاه، لكن في اللحظه دي وجن بيدخل وبيسمع الكلام ده وبيبقى زعلان وحاسس بالذنب. في نفس الوقت صاحبه بيحاول يعرفه على واحدة، لكنه بيرفض تماما لأنه لسه مش مستعد لأي علاقة جديدة. تاني يوم في الشغل وجن بيكون ناوي يمشي بدري عشان يروح لمدرسة ابنه، لكن مديره المتسلط بيستغله وبيشغله أكتر من وقته فبيتأخر. في نفس الوقت في الناحية التانية عند مدرسة جيهو السباق بيكون هيبدأ، لكن زملائه بيرفضوا يخلوه يشارك معاهم لأنه ما جابش والده، وده بيخليه محبط وحزين. بس فجأة وجن بيوصل في آخر لحظة. جيهو لما بيشوفه بيكون في قمة سعادته. السباق بيبدأ وجيهو بيكون متأخر، لكنه بيوصل للمرحلة اللي لازم فيها يسلم العلم لأبوه، ووقتها الحماس بيزيد جدا. وجن بيحاول بكل قوته إنه يفوز في السباق، لكن فجأة بيحس بتعب شديد وبيغمى عليه. لما بيفوق بيلاقي جيهو جنبه وبيطلب منه إنه يوعده إنه مش هيسيبه أبدا زي مامته، وجن بيوعده بحب بيشيله على ظهره وبيرجعه البيت. بالليل وجن بيقعد لوحده وبيتفرج على ذكرياته مع مراته اللي ماتت وبيغلبه الحزن، فبيبدأ يبكي وهو بيسترجع كل اللحظات الجميلة اللي جمعته بيها. تاني يوم جيهو بيكون في قمة سعادته لأن الجو بيمطر. بيجري على باباه بحماس وبيقول له إن مامته هتزورهم النهاردة لأنها وعدته بكده، وبيصحي وجن بسرعة وبيقنعه إنهم لازم يروحوا محطة القطر عشان يستقبلوها. وبتهور بيجري على بره، لكنه بيحبط لما مش بيلاقيها هناك. برغم كده بيرفض يصدق انها مش هتيجي، فبيقعد يستناها، لكن المطر بيستمر وهي مش بتظهر. في الاخر وجن بياخده بالعافيه وبيحاول يهديه وهم راجعين للبيت. واثناء ما هم ماشيين في الطريق بيعدوا على نفق، وهناك بيشوفوا بنت قاعده لوحدها. لما بيقربوا منها وجن بيتصدم لان شكلها شبه سوا مراته اللي ماتت. للحظه بيفتكر انها شبح، لكن جيهو بيجري عليها من غير تردد وبيصحيها. لما بتفوق وجن بيتخض اكتر لانه مش مصدق اللي شايفه قدامه، لكنها في المقابل مش بتعرفهم. بيقف في حاله ذهول مش عارف يفسر اللي بيحصل، لكن رغم ده بياخدها معاهم للبيت وهو لسه مش قادر يصدق ان مراته ممكن تكون رجعت فعلا. سوا بتكون مش فاهمه اي حاجه، وجيهو بحماس بيحاول يفرجها على صورهم مع بعض، وكمان بيوريها الرسمه اللي كان راسمها لها. لكن رغم كل ده ملامحها بتفضل تايهه كانها مش فاكره اي حاجه عن حياتها اللي فاتت.
في اللحظة دي ووجين بياخد جيهو للحمام بحجة انه مزنوق من الصبح، لكن في الحقيقة انه عايز يتكلم معاه على انفراد. هناك ووجين بيسأله عن رأيه في سبب فقدان والدته للذاكرة، فجيهو بيرد ببراءة الطفولة وبيقول ممكن تكون خبطت دماغها في حاجة وهي نازلة من السما. ووجين مش بيقدر يرد، لكنه بياخد قرار مهم مع جيهو في اللحظة دي، وبيطلب منه ما يقولش لمامته انها ماتت وانتقلت لأرض السحاب، لانها واضح انها مش عارفة انها ماتت اصلا. لما بيخرجوا من الحمام بيلاقوها بتلف في البيت، ملامحها مليانة استغراب كأنها مش مصدقة انها عاشت هنا قبل كده. بتسألهم بحيرة هو انا كنت عايشة هنا؟ ووجين وجيهو بيحاولوا يقنعوها ان هي كانت مريضة في مستشفى اسمها أرض السحاب ولسه راجعة منها، وعشان كده كل حاجة في البيت باينة فوضوية. وبيكمل ووجين القصة عشان يبرر وجودها في النفق، وبيقول لها ان اليوم اللي لقوها فيه كانت لسه خارجه من المستشفى وكانت بتلعب استغمايه معاهم، وده السبب انها كانت قاعده في النفق لوحدها. سوا بتسمعهم وهي متلخبطه، لكن في نفس الوقت بتحاول تصدق كلامهم رغم احساسها الغريب ان في حاجه ناقصه او مش مفهومه. سوا فجاه بتحس بوجع في راسها وبتحط ايديها عليها، فوجين وجيهو بسرعه بيقولوا لها انها خبطت راسها في حاجه وعشان كده فقدت الوعي والذاكره. بتحاول تستوعب لكن بتصدق كلامهم. بعدها كل واحد بيروح ينام، لكن ووجين بيصحى في نص الليل عشان يطمن على ابنه، ولما بيدخل الأوضة بيشوف جيهو نايم في حضن مامته وبيبص عليهم وهو مش مصدق ان سوا بقت هنا فعلا وكأنها رجعت للحياة. بيقف للحظة يتأملهم وهو مش عارف إذا كان ده حلم ولا حقيقة. تاني يوم الصبح بيبدأوا يومهم سوا، وسوا بتشوف جيهو وهو لابس هدومه بشكل مبهدل وزراير قميصه مش متقفلة صح، فبتبتسم بحنان وبتقفلها بشكل مرتب. جيهو بيحس بالدفء اللي افتقده وبيبقى سعيد جدا. بعدها ووجين بيوصل جيهو للمدرسة وبيودعه عند الباب، لكن جيهو بيعمل حركة ذكية بيمثل انه داخل المدرسة، لكن اول ما باباه بيبعد بيستخبى وبيرجع بسرعة للبيت. بيكون عايز يقضي اليوم كله مع مامته، يلعب ويضحك معاها وكأن الزمن رجع بيهم تاني، وفعلا بيقضي اليوم كله معاها مليان لعب وضحك وذكريات جميلة. ووجين لما بيرجع من الشغل بيتفاجئ بيهم قاعدين في البيت بيضحكوا مع بعض زي زمان، والمشهد ده بيخليه يحس بسعادة. بعدها بيتجمعوا عشان يتغدوا مع بعض. سوا بتحب تفاجئ جيهو بأكلته المفضلة لأنه كان بيشتهيها بقاله فترة، لكنه أثناء الطبخ الزيت بيطرطش عليها. في اللحظة دي ووجين بينط بسرعة عشان ينقذها وبيتأذى هو. بعد ما جيهو بينام بالليل سوا بتروح تدهن المرهم لوجين، وبتكون فضولية جدا تعرف ازاي بدأت قصة حبهم وتعرفوا على بعض. وجين بيحكي لها عن ذكرياتهم وبيقول لها انه قابلها في المدرسة الثانوية وانها كانت بنت متفوقة جدا صعب حد يتقرب منها وفريدة من نوعها، على العكس منه هو ما كانش مهتم بالدراسة لكنه كان شاطر في الرياضة وكان من أمهر السباحين في المدرسة. وفي يوم كان في تدريب سباحة للطلاب وسوا وقتها ما كانتش بتعرف تعوم وفجأة بدأت تغرق. وجين شافها على وشك الغرق فبسرعة نط في المية وأنقذها. من اللحظة دي بدأ إعجابه بيها لكنه ما كانش عنده الجرأة إنه يعترف بمشاعره. صديقه حاول يشجعه إنه يعترف لها لكنه كان بيفشل كل مرة وكان بيتهرب لما الموضوع بيبقى جدي. في مرة كانوا بيتدربوا على الرقص في المدرسة ووجين كان بيغلط في الحركات، فالمدرب زعق له وبعدها اكتشف إنه أعصر فطلب منه إنه يحاول أكتر ويتعود. لكن بعدها المدرب بدأ يزعق لسوا كمان لأنها كانت بتغلط، وهنا اكتشف إن هي كمان عصراء فقرر انه يخليهم يرقصوا سوا. ولما بدأوا يرقصوا مع بعض ووجين كان متوتر جدا وفضل يغلط في الحركات، وفي لحظة من التوتر داس على رجلها بالغلط. حاول يصلح الموقف فنزل عشان ينظف جسمتها، لكن وهو بيقوم خبط راسها وده خلاها تنزل دم من مناخيرها. بعد الموقف ده ووجين كان محرج جدا ومن ساعتها مبقاش يقدر يكلمها خالص لحد يوم تخرجهم. في يوم التخرج سوا راحت له وطلبت منه انه يكتب لها رسالة وداع هو وصاحبه ويمضي باسمه في النوتة بتاعتها. ووجين كتب لها شوية كلام لكنه نسي قلمه معاها. لما افتكر القلم حاول يدور عليه عشان ياخده منها لكنه ملقاهاش، وبعدها كل واحد راح لجامعة مختلفة بعيدة عن التانية. بعد فترة في الأجازة ووجين حاول يكلمها لكنه كان محرج جدا، وأول لما هي ردت على المكالمة قفل في وشها وهرب. لكن بعد سنتين صاحبه قرر يشجعه مرة تانية وقال له انه لازم يتكلم معاها. لما كلمها اخيرا كان لسه متردد، فصاحبه بادر في الكلام وعرفها باسمه ومدرسته وكل حاجة عنه، فبيبقى مضطر انه يرد عليها. وقتها قال لها حاجة سخيفة جدا، قال لها انه عاوز يسترد القلم اللي نسيه عندها زمان لانه غالي عليه، فسوا وافقت يقابلها عشان تديهوله. في اليوم اللي بعده وجين راح يقابلها وهي ادت له القلم، لكن الجو بينهم كان غريب وفي سكوت مش لطيف ومحدش كان عارف يقول حاجة. بعد لحظات سوا قررت تمشي لكن وجين نادى عليها وقال لها تعالي نشرب حاجة. سوا وافقت وقعدوا يتكلموا في مواضيع عشوائية، لكن المرة دي الجو بينهم بقى لطيف وبدأوا يرتاحوا لبعض. بعد الأكل راحوا يستنوا الباص. سوا طلعت الباص وهو وقف يبص عليها وهي ماشية، لكن فجأة قرر إنه مش هيسيبها تاني. قعد يجري ورا الباص لحد ما وقف وطلع عليه وقال لها بكل ثقة عاوز نفضل على تواصل مع بعض. ومن اليوم ده بقوا سوا وعلاقتهم بدأت تتطور. وجين وهو بيحكي الذكريات دي صوته بدأ يهدى وغمض عينه وبدأ يروح في النوم.
في اليوم اللي بعده الدنيا كانت بتمطر والأطفال كانوا متضايقين جدا. وقتها واحد من زمايل جيهو قال إن المطر بينزل دايما لما باباه بيغسل عربيته، أما جيهو فكان بيتمنى إن المطر يفضل شغال على طول. بالليل صاحب وجن جه عنده وهو سكران وكان بيصرخ وبيقول له إنه لازم يتجوز وما يعيش لوحده. وقتها صاحب وجن لمح سوا واتخض لما شافها وهي ما كانتش فاهمة السبب. تاني يوم جيهو راح المدرسة وحكى لصاحبته إن مامته رجعت، بس هي ما كانتش مصدقة برضه. ولما رجع البيت قعد يلعب مع مامته، فضل يلزق ستيكرز بعد الأيام اللي قضتها معاه. وفي يوم الأجازة خرجوا سوا في فسحة واستمتعوا جدا، لكن وهم راجعين البيت وجن فجأة وقع على الأرض وأغمى عليه. لما فاق سوا كانت عايزة تعرف الحكاية كلها وإيه اللي حصل له عشان يبقى تعبان كده، فحكى لها إنه بعد يوم الباص خرج هو وهي كذا مرة وكانوا سعداء جدا، لكنه اضطر يبعد عنها لفترة عشان كان عنده مسابقة. وهو بيتدرب بدأ يحس بتعب شديد، ولما راح للدكتور عرف إن عنده مشكلة في المخ بتخليه يدوخ كل ما يتوتر أو يجهد نفسه، والمشكلة دي ملهاش علاج. بسبب كده اضطر يسيب السباحة وحس إنه مستقبله بقى ضايع، فقرر يبعد عنها من غير ما يقول لها الحقيقة. حاول ينساها لكنه ما قدرش، ولما راح يشوفها لقاها سعيدة مع حد تاني، فقرر إن ينساها عشان شايف نفسه مش مناسب ليها. عدى كام شهر وفجأة هي اللي كلمته ورجعت له لوحدها وقالت له إن القدر هو اللي جمعهم تاني. بعد كده سابت الجامعة واتجوزته رغم اعتراض أهلها وخلفوا جيهو. وهي بتسمع القصة دي اتأثرت جامد وتمنت إنهم يفضلوا عايشين في سعادة طول العمر. بعد كده سوا بتلاقي مفتاح أوضة في الجنينة بالصدفة، ولما بتدخل هناك بتلاقي مذكراتها بتاخدها عشان تقراها، لكنها بتتفاجئ من اللي مكتوب فيها. بعدها بتقرر تعلم جيهو ازاي يكون مسؤول عن نفسه من وهو صغير عشان ما يحتاجش لحد، فبتعلمه ازاي يفطر لوحده وينشر الغسيل وينظف وكمان يستحمى بنفسه. بعد شوية بتروح تتفرج على ذكرياتهم القديمة وبتقعد تعيط ووجن بيشوفها. بعدها بيقرر يسد النفق حتة حتة بأغصان الشجر عشان يمنع سوا من إنها تمشي وتسيبهم. تاني يوم الصبح بيتفاجئ وجن إن جارته بتشتكي إن ابنه وسخ عربيتها بالصابون، فبيعتذر لها بالنيابة عنه. وبعدها بيروح يسأله ليه عمل كده. جيهو بيرد عليه إنه سمع زميله في المدرسة بيقول إن المطر بينزل دايما لما باباه بيغسل عربيته. وجن بيتأثر جدا من كلامه وبيحضنه وبيطبطب عليه. اليوم اللي بعده بيكون عيد ميلاد جيهو، فبتروح سوا تجيب له تورته من محل صديق وجن وبتوصيه على حاجة، وبعدها بتروح تحتفل بعيد الميلاد مع العيلة وبيكونوا سعداء جدا بياخدوا صور مع بعض. وجيهو بيقول لمامته إن عنده حفلة في المدرسة وبيطلب منها تحضر مع باباه بكرة. في يوم الحفلة سوا بتكون واقفة بره المدرسة مستنية وجن اللي اتأخر. الأطفال بيطلعوا على المسرح وكل طفل بيقول هو شاطر في ايه ونفسه يبقى ايه في المستقبل. ولما بيجي دور جيهو بيكون محبط لأنه مش شايف مامته فمش بيتكلم، لكن فجأة لما بيبص تاني بيلاقي سوا واقفة في القاعة، فبياخد نفس عميق وبيقول قدام الكل إنه شاطر في التنظيف والطبخ والاستحمام وإنه هيحمي باباه زي ما وعد مامته. الكل بيتأثر بكلامه وسوا بتدمع والجمهور كله بيسقف له. في نفس الوقت وجن بيكون في الشغل وعلى وشك انه يمشي، لكنه بيلاقي مديره غرقان في حمام السباحة فبينط عشان ينقذه، لكنه بيفقد الوعي. في اللحظة دي الشمس بتطلع وموسم المطر بينتهي. وجن بيفوق وهو في عربية الإسعاف وبيشوف الدنيا شمس، وفجأة بيجري بسرعة عشان يلحق سوا على العجلة، لكنه بيقع ورغم كده بيقوم تاني وبيكمل عشان يوصل لها. في الوقت نفسه جيهو بيكتشف ان مامته مش موجودة في البيت، فبيجري بسرعة لمحطة القطر وهو مرعوب. جيهو بيوصل لمحطة القطر وبيلاقي مامته وهي ماشية ناحية النفق، بيجري عليها بسرعة وبيحضنها وبيبكي وهو بيقول لها انه آسف وانه السبب في موتها، وان لو ما كانش اتولد كانت هتفضل عايشة مع باباه في سعادة. لكن سوا بتبتسم له بحب وبتقول له ان اللي حصل كان هيحصل حتى لو هو ما كانش اتولد، وان عمرها ما كانت هتكون سعيدة بدونه، وانها اصلا قابلت باباه عشان هو يتولد. بعدها بتوصيه على باباه وبتودعه. في نفس اللحظة وجن بيوصل وبيشوف سوا وهي بتمشي بعيد، فبيبص لها بابتسامة حزينة وهو عارف إنها لازم تمشي. بتمر الأيام وحالهم بيبدأ يتحسن، بيقدروا يفطروا زي الناس وشكلهم مش بيبقى متبهدل زي الأول. وجن بيرجع يدرب سباحة وبيحاول يتأقلم مع حياته الجديدة. وفي يوم وهو في المطبخ بياخد الدواء بيلاقي مفتاح أوضة الجنينة وجواب من سوا بتطلب منه إنه يروح يقرأ مذكراتها. بيدخل الأوضة وبيفتح المذكرات وبيبدأ يقرأ قصتهم لكن من وجهة نظرها. بيكتشف إنها كانت معجبة بيه من قبل حتى ما هو يحبها لما شافته لأول مرة في يوم ممطر. بعدها لما دخل مدرستها ما كانتش مصدقة نفسها من الفرحة، واليوم اللي غرقت فيه في المية كانت محرجة جدا من اللي حصل. وفي يوم حفلة الرقص عملت نفسها غلطت بالقصد بس عشان ترقص معاه، ولما اتعورت ونزل منها دم كانت مكسوفة جدا. ولما شافت كلمات الوداع اللي كتبها لها في النوتة وقت التخرج كانت سعيدة، وده كان نفس اليوم اللي كان بيدور فيه عليها عشان ياخد قلمه منها. بعد ما أخدت القلم احتفظت بيه في مكتبها، وكانت دايما عايزة تكلمه وتسأل عليه لكنها كانت مكسوفة.
ولما هو كلمها أخيرا وطلب منها القلم كانت مبسوطة جدا لأنها أخيرا هتشوفه تاني. وبعد ما بدأوا يخرجوا مع بعض كانت أسعد واحدة في الدنيا، لكنه فجأة كسر قلبها لما قرر يسيبها. بعدها لما هو جه يشوفها لأنه ما قدرش ينساها كانت لسه بتحبه، ولما نزلت من العربية عشان تلحقه حصلت لها حادثة. لما فاقت لقيت نفسها في المستقبل عندها 33 سنة ومتجوزة ووجين وعندها طفل منه. كل حاجة كانت غامضة وملخبطة بالنسبة لها، لكنها وقعت في حبه تاني وحبت ابنهم. لكن بعد فترة انفصلوا تاني لما المطار خلص ورجعت للماضي. لما فاقت في المستشفى كانت مترددة إذا كانت ترجع له تاني ولا لا، لأنها كانت خايفة تموت صغيرة. لكن في الآخر قررت إنها مش هتهرب من قدرها، وإنها عايزة تعيش حياتها مع ووجين وتخلف جيهو. فده كان الوقت اللي كلمته فيه ورجعت له وقالت له بكل ثقة ده قدرنا. بعدها بتعدي السنين وجيهو بيكبر، لكن ووجين لسه بيقرا مذكرات سوا من وقت للتاني، وكل مرة بيتأثر بكلامها وكأنها لسه معاه من يوم ما سابته. عمره ما فكر يتجوز تاني، فضل مخلص لحبه ليها. النهارده عيد ميلاد جيهو وهو بقى شاب كبير بيزورهم صديق والده، وهناك بنعرف ايه كانت وصية سوا. الوصية كانت إنها كل سنة في عيد ميلاده يجيبوا له كيكة عيد ميلاد ويبعتوا له رسالة من مامته بتتمنى ليه عيد سعيد من أرض السحاب. جيهو بياخد الرسالة وبيحطها مع باقي الرسائل اللي استلمها في السنين اللي فاتت، وبيكون سعيد جدا وبيشكر صديق والده بحب وامتنان. وبعدها بيطلب منه يوصله للمدينة عشان يقابل صديقته. قبل ما يمشي ووجين بيبتسم له وبيتمنى له حظ سعيد في طريقه الجديد. وبكده بيخلص فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.